اوريك الكابتن احمد حسام ميدو متقلب الشخصيه. الكابتن احمد حسام ميدو ابو وشين. شوف الكابتن احمد حسام ميدو لما اتعين في نادي الزمالك قال ايه، ولما كان بيلعب ضد نادي الزمالك كان بيقول ايه. اسمع كده معايا يا معلم. العداله ونفسه على المركز الثاني، ده كلام محمود الجوهري اعظم مدرب في تاريخ مصر، الله يرحمه. شكرا عليه. احنا النهارده بنلعب الزمالك والتحكيم بصراحه. الشوط الاولاني كرة جول مش اوف سايد 2 متر. كابتن ايمن قدامه وحسب اوف سايد. الفاولات كلها اللي بيحسبها علينا الشوط الثاني اللي منها دخل الجول ما فيهاش ولا واحده فاول. دخلت بين الشوطين بقول للحكم حرام عليك يا كابتن، الكرة مش اوف سايد 2 متر، حرام يا كابتن ايمن طردني وطلعني بره. هو يقول ان هو طردني ليه؟ لو في لفظ سيء يعني انت بتتكلم بشكل عادي. لو في لفظ سيء طلع من بقي انا مستعد يعني ما اقعدش في المدرج اروح بيتنا. لكن يا جماعه ما ينفعش. بقول لنادي الزمالك كابتن محمد صلاح مبروك النهارده النقطه من وادي دجله، النتيجه الطبيعيه 4-1 لوادي دجله. عشان اثبت لك اكتر ان الكابتن احمد حسام ميدو متقلب الشخصيه وابو وشين، شايف البوست اللي قدامك ده كان نازل على صفحه من صفحات نادي الزمالك، وساعتها الكابتن احمد حسام ميدو كان بيكذب المقوله بتاعت الكابتن محمود الجوهري، وقال لك ان المقوله دي الفها واحد زملكاوي، وان الكابتن محمود الجوهري كان اكتر واحد بتحارب من الزملكاويه. دلوقتي طالع يقول لنا ان الكابتن محمود الجوهري قال وعاد وزاد، والكلام ده ما حصلش منه اي حاجه، بس هو بيلعب على الوتر الحساس اللي بيحبه جمهور نادي الزمالك. اصل التحكيم واقف ضد نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك هيصدق عشان لعب لهم على الوتر الحساس اللي هم بيحبوه. فهمتوا بقى احمد حسام ميدو متقلب الشخصيه ازاي؟ ينزل بوست بالليل ويقول لنا الصبح اصل الاكونت بتاعه مسروق. بس كده، يلا سلام.